انا ما كنتش هعرض الفيديو ده، ولكن الفيديو ده لقيته رد طبيعي جدا للناس اللي بتقول ان لبس البنت هو السبب، لبس البنت هو اللي جيب لها الكلام، لبس البنت المعسر هو اللي اثار ذكوريتي. نروح للفيديو ونرجع. والراجل هيدي له وش نظافه على حسابه. ما بتعديش على كارفور يا عمي. اعمل لك اكتر من كده، ادفع لي جاب له خالص. اهي مختمرة، مفيش حاجة باينة، مفيش حاجة ممكن تثيرك، والواد نزل تفعيص فيها، وهي يا عيني مش قادرة تتكلم. المشكلة هنا ان البنت اللي بتتعرض للتحرش ما بتقدرش تتكلم، عشان عارفة ان احنا في مجتمع ذكوري ومفيش حد هيقف جنبها، عشان عارفة ان هي محدش هينصفها، عشان مش عايزة تفضح نفسها. انت متخيل احنا وصلنا لحد فين؟ المجني عليه مش قادر يتكلم. عشان كده البنت اللي صورت واتكلمت دي بنت ب100 راجل، لانها اتكلمت. هو ده اللي بيحصل في المواصلات عندنا في مصر. كم وكم من البنات اذا كانت اهي المنقبة اهي ما سلمتش من التحرش. يبقى المشكلة مش في اللبس، المشكلة فينا احنا اللي مش عارفين نتحكم في نفسنا، احنا اللي ماشيين حيحانين، احنا اللي وصلنا لأسوأ درجة. مفيش ردع، مفيش قانون. فيديو يصعب على الكافر. ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ البنت مش قادرة تتكلم، منقبة ايه؟ يبقى مش اللبس هو السبب، احنا السبب. المشكلة فينا احنا وصلنا لدرجة اصعب ما يكون. ايه ده؟ ايه القرف اللي احنا وصلنا له ده؟ فين جمعيات حقوق المرأة من اللي بيحصل؟ فين؟ ما خلاص، ما دام في موضوع طلع ترند، شوف التوابع، وده من التوابع. البنات بتشوف أسوأ أيامها في المواصلات. إيه ده؟ لازم نتحرك ولازم يبقى في قانون. الكلام ده مش في مصر، المفروض ما يحصلش في مصر.